مخلوق قد لا يصل حجمه إلى نصف كف اليد، يثير ضجيجا في الغابة كما لو أنك في ورشة نجارة. 20 نقرة في الثانية بقوة تزيد 20 ضعفا عن ضربة الملاكم القاضية. يكرر ذلك 12,000 مرة في اليوم الواحد، و80 مليون مرة طيلة حياته. رأسه الذي بحجم حبة الجوز في مواجهة مباشرة مع هذه القوة الضاربة يتحمل 15 ضعف الضغط الذي يتحمله رواد الفضاء والطيارون الحربيون، فلا يصيبه ارتجاج، ولا تنفصل شبكية العين، ولا حتى يصيبه صداع. نظام تشغيل في داخل هذا الرأس يجعلك تتأمل مليا في بديع خلق الله. دفع العلماء إلى محاولة تفسير هذه المعجزة البيولوجية، لعلهم يستفيدون منها في هندسة وتصميم الأدوات والأشياء التي تحتك مع قوة ضغط مماثلة، إضافة إلى إيجاد حلول مثلى لرفع سوية الأمان في حوادث اصطدام السيارات والدراجات، ناهيك عن الخوذة المخصصة للاعبي كرة القدم الأمريكية وغيرها من الاختراعات. في التشريح والمراقبة وجدوا أن تركيب دماغ نقار الخشب مكون من عظام إسفنجية مرنة، كما أن فكه الأسفل أطول من العلوي، الأمر الذي يمنع التأثير المباشر على الدماغ. معجزة أخرى تتمثل في تصميم لسان الطائر الطويل جدا الذي كانوا يظنون